ازيكم يا حبايبنا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل عدس. هنعمل شويه شوربه عدس بقى تدفي كده ايه في الجو الساقع ده، من غير اي حاجه. انا حطيت هنا كوبايه عدس، غسلتهم غسله حلوه تمام محترمه كده، وعليهم شويه ميه كده نص الحله. وهحط كل الحاجات دي بصوا: طماطم، جزر، بصل، بطاطس. ماشي، هنحطهم كلهم كده. هتبقى ان شاء الله يعني اخف شوربة عدس. ستهم كده برضو، بخليهم ايه، هسخن عليهم النار، هفتح عليهم النار كده واخليهم يغلوا وياكلوا في بعضهم. تمام كده. صليتوا على النبي ولا لا؟ عشان ناخد مع بعضنا كلنا حسنات. انتوا ادوني حسنات وانا اديكم حسنات. ربنا يتقبل يا رب في الشهر الكريم دوت. وادعوا كل اللي نفسكم فيه، وادعوا ربنا يبارك لنا يعني النصف الثاني من شهر رجب، ويبلغنا يا رب شعبان ورمضان. اللهم امين. حطيتهم اهو على النار، هسيبهم ياكلوا في بعضهم. بعد كده هشيل ايه الريمه اللي هتطلع من عليه. بص، انا دلوقتي هبتدي اطلع من عليه الريمه ديت، هرميها خالص مش عشان دي مش حلوه. وبعد كده هحط لها واحده مرقه دجاج. هنحط بقى ايه، هنملحهم شويه الملح وشويه فلفل اسود بس، مش اكتر من كده. انا ما بحطش اكتر من كده. انا بروح حاطاله الملح والفلفل الاسود، واروح ضرباه بعد كده بالهاند بلندر. ومش بعمل القدحه اللي هما بيقدحوها دي. في ناس بعد ما بيضربوه في الخلاط او بالهاند بلندر بيروحوا عاملين له قدحه بتومه وكزبره وسمنه او كده، ويروحوا طشينه، بتبقى تقيله جدا. انا ما بعملش كده خالص. انا بروح عاملاه كده، واروح ضرباه في الخلاط او الهاند بلندر، واحط له كده حبه سمنه بلدي كده على الوش، يبقى جميل. ومعاه شويه شعريه او لوحده بيبقى تحفه. هوريكم بعد ما اضربه في الهاند بلندر. خلاص دلوقتي ضربنا العدس بالهاند بلندر، بقى حلو كده وجميل. والله جربوه من غير ما تحطوا له التقليه زي ما انا بعمله، بيبقى خفيف خالص وجميل. انا بستغنى عن التقليه اللي هم بيعملوها بعد ما العدس كده بيستوي يروحوا طشينها بيه. بستغنى بيها، اللي انا بحط شويه يعني كام فص توم كده في الشوربه بتاعته وهي بتتسلق كده وبياكلوا في بعضهم. بعد كده كمان عامله له شويه شعريه. هحطهم دلوقتي في اطباق، وهحط بقى ايه معلقه سمنه بلدي كده من فوق، واوعى وشك بقى، يبقى طعمه جميل خالص. واحنا كده خلصنا بقى الاكله بتاعتنا. بصوا، العدس جميل، وانا حطيت عليه معلقه سمنه بلدي كده تديله طعم تحفه وجميل. والشعريه اللي عايز ياكل بشعريه ياكل. العيال عندي بيحبوا خالص اللي هم ياكلوه بالشعريه. احنا بنحب ناكله بالعيش وبالشعريه برضو يعني كده. اللي عايز ياكل بدايه ياكل، اللي عايز ياكل بدايه. وهنا برضو معلقه سمنه بلدي كده بتديله طعم جميل. والله انا عن نفسي بنحبه كده من غير الطشه اللي هي بتاعه التقليه بتاعه التومه بتخليه جميل كده وخفيف. وتفضلوا معانا والله.